السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني لأول مرة انا شيماء. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين ايس كريم الفراولة. وصفة جميلة جدا جدا حقيقي، وصفة مميزة وبسيطة ومش بتاخد وقت. وصفة كمان هتعجبكم جدا جدا، وايس كريم طبيعي بجد حلو جدا نعمله في البيت لاولادنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجه معايا زي ما انتم شايفين معايا البول اللي هشتغل فيها. هبدا اضيف فيها كوبايه كريم شانتيه طبعا زي ما احنا عارفين. هنضيف عليها كمان كوبايه او علبه زبادي. الفراوله بتبقى حلوه جدا جدا ايس كريم الفراوله بالزبادي. هضيف كمان كوبايه سكر بودره او حوالي نص كوبايه عشان ما يبقاش سكر كتير قوي. وكمان هنستخدم عسل نحل مع الفراوله. وهبدا اخفقهم كويس قوي زي ما انتم شايفين مع بعض بالطريقه دي لحد ما يبقى القوام كريمي معانا. خلاص كده وصلنا للقوام المطلوب زي ما انتم شايفين. دلوقتي هبدأ اركنها على جنب، وهبدأ اجيب الفراولة. طبعا فراولة مجمدة زي ما انتم شايفين، نص كيلو فراولة. ابدأ اجيب الخلاط. طبعا بيبقى صعب جدا في الخلاط، لو نقدر في الكبة حسب رغبتنا طبعا، بس انا بفضل احاول فيها كتير قوي بالمعلقة، انزلها كتير في الخلاط كده لحد ما تتفرم كويس او ناعم قوي في الخلاط، لان فرمها في الخلاط بيكون انعم بكتير عن الكبه. طبعا هضيف معاها معلقتين عسل نحل عشان كده قللت في سكر البودره شويه، يعني حوالي 3/4 كوبايه. وهبدا اخلطها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. هبدا كل شويه انزلها بالمعلقه علشان تمشي في الخلاط. طبعا بيبقى الموضوع صعب قوي. ممكن نضيف معلقتين لبن متلج كده بسيط قوي تساعد معانا في الخلط. وهفضل استمر زي ما انتم شايفين بدأت تشتغل فعلا في الخلاط وتمشي في الخلاط. خلطتها خلط ناعم جدا جدا زي ما انتم شايفين. شايفين القوام ناعم جدا ازاي. دلوقتي هبدأ اجيب الكريم شانتيه وهضيف عليه الفراولة اللي انا خلطتها خلط ناعم جدا. شايفين قد ايه ناعمة ناعمة جدا جدا معانا. ده بيبقى حلو جدا للايس كريم. هفضي كل الكمية اللي موجودة معايا في الخلاط. وهرجع تاني اقلب المكونات مع بعضها او اخفقها مع بعضها علشان تختلط كويس قوي مع بعضها. لو حابين نزود لون عن كده شوية حسب رغبتنا، بس انا شايفه ان لونها طبيعي فعشان كده مش هضيف لون. هبدأ اخلطها بالمضرب الكهربائي زي ما انتم شايفين. شايفين لونها حلو جدا، مش محتاجة اي لون نضيفه. خلاص كده قوامها بقى مناسب جدا وكلها اختلطت مع بعضها. كده هرفع المضرب وهبدأ اجهز العلبة اللي انا هحط فيها الايس كريم. وهنزل فيها بكل كمية الايس كريم بتاعتي في علبة طبعا يكون لها غطا ومحكمة الغلق. هحط فيها علبة تلاجة وهسوي السطح بالشكل ده وهدخلها الفريزر على الاقل مدة 4 ساعات. لو نقدر طبعا نبيتها في الفريزر يبقى افضل بكتير قوي، لان كل ما يبقى موجود في الفريزر وقت اطول كل ما الايس كريم بتاعنا يكون افضل معانا. انا طبعا استعجلت عشان التصوير، لكن احنا ممكن نسيبه ونبيته ليلة في الفريزر يكون افضل جدا. وهغطي العلبة بتاعتي وهدخلها الفريزر. زي ما احنا شايفين ده الايس كريم. ده الايس كريم بعد ما خرجته من الفريزر زي ما انتم شايفين. دلوقتي هبدأ احطه في البوله في الكاس زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اغرفه في الكاس. طبعا لو سبته وقت اطول في الايس كريم هيبقى احسن بكتير من كده. فانا سبته بس 4 ساعات. احنا يفضل ان احنا نبيته ليله في الفريزر. ودي كانت وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين. هبدا ازينه كده بالفرماسيلا او ممكن لو عندنا صوص الفراوله اي صوص موجود عندنا. وصفه جميله جدا جدا وبسيطه، وكمان نعملها في البيت لاولادنا ونفرحهم بيها.
ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي.